السلام عليكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله راكم لاباس. الفيديو تاع اليوم راح نفصلوا هاد لاروب اللي راكم تشوفوا فيها. روبه تاع خرجه جايه بالحزام في الجناب. فينيتها بلي بوطون هذوك. هنا عندي 2 مترات ونص قماش بوتشامو سبيسيال تاع حجابات. هنا بديت حطيت الفصاله نتاعي. شوفوا هنا البنات، كنت راح ندير لكم بالطريقه تاع الفيديو اللي فات، بصح نسيت نقول لكم واش رايكم في الطريقه هذيك. تعود الشرح بالكتابه برك، يعني ما يعودش بالصوت. هنا القياسات راهي موضحه، تاع الصدر 95، الخصر 80، الاوراق 110. هذا لاطاي راهي تلبس ال، بصح في الاوراق راهي تلبس اكس ال. عليك كاين اختلافات في القياس، يعني ما بين وحده ووحده. هنا بالنسبه للصدر زدت 4 سنتيم اتساع، طلبته الزبونه. في الخصر ثاني ما عندناش لي بانس، الموديل هذا ما يجيش فيه لي بانس. عندنا 4 سنتيم اتساع، و2 سنتيم هذيك درتها اذا كنتوا راح تقصوا البلاصه اللي راح يدخل فيها الحزام، يا اما تفينيوها على برا. انا هنا كتبتها لكم بصح ما قصيتش، يعني 2 سنتيم هذيك راني ما استعملتهاش في منطقه الخصر، لانه الحزام هنا درته على برا. بصح هنا وضحت لكم نتوما اذا كنتوا حابين تقصوا هذيك البلاصه اللي راهي فوق الخصر. الخصر راهو الطول تاعو 40 سنتيم، ودرت لكم 10 سنتيم عمودي وافقي، هكا باه تفهموا هذيك 2 سنتيم علاه زدتها. هذيك حق الخياطه نتاع لي بانت هذوك المحلولين. هنا لا مونش ثاني فيها الطول تاع الزبونه، في لا مونش فيه 65، انا هنا قصيت 60 وزدت هذيك لا بوند اللي تجي من تحت فيها 22 سنتيم، كي نطويها يعود فيها 11. من بعد هنا خيطت المنتصف نتاع الظهر لانه يجي محلول كما شفتوا في البدايه تاع الفصاله. درت له لاطوال كولونت في البلاصه اللي راح يتخيط فيها السحاب المخفي. زيد درت لاطوال كولونت على الحاشيه نتاع الرقبه باه يمد لي الفينيسيون مليحه. وعندنا هنا هذو اللي راح يجي فيهم الحزام يتربط على الجناب، يعني نفس الطريقه اللي يجي من الامام يجي من الخلف، راح نفينيهم في زوج بلي بوطون هذوك. انا خيطتهم من بعد نقلبهم ونحددهم مليح. شوفوا هنا على المنطقه هذيك تاع الحزام حسبت 40 سنتيم، درت خط. من بعد عينت المنطقه اللي راح يلصق فيها الحزام، يعني الحزام تاعك هنا لازم يجي فوق خط الخصر باه ما تبانيش محزمه عند الكرش. شوفوا هنا كيف لصقتهم. هنا اللي قلت لكم اذا كنتوا راح ديروا فتحه لازم تزيدوا 2 سنتيم اخرى بلا هذيك 4 سنتيم حق الاتساع، لانه هنا هذيك الفتحه كي ديروها راه كي تخيطوها راح ينقص القياس تاعكم، وهي هنا راهي طالبه الاتساع مليح. راح نحكم بلي زيبانجل للامام والخلف راهي نفس الطريقه، نهبطوا ب 40 سنتيم ونعاودوا نطلعوا فوقها بخط في 10 سنتيم. مام في الخط الافقي نديروا 10 سنتيم كما هكا راح يتخيط ويتفينا بهذوك القفلات. انا ديما نعاود لكم الامام والخلف مع بعضهم. هنا راني وضحت لكم جهه واحده برك هكا باه ما يعودش الفيديو طويل ياسر على نفس المراحل. من بعد ما خيطت الحزام دركا راح نخيط الكتاف. هنا الفينيسيون تاع الرقبه راح ندير لها الشريط هذاك اللي نفينيو به الرقبه، شريط تاع البيهي. البنات ان شاء الله ماذا بيا في الفيديو هذا تخلوا لي رايكم. تفضلوا الطريقه نتاع الشرح بالكتابه ونرسم لكم القياسات، ولا بالطريقه نتاع الشرح هذه. يعني انا حتى الموسيقى في الفيديو مش راح ندير فيه، يعني عاد يعود شرح بالكتابه فقط. هنا بعد ما خيط الكتاف ندير لهم سورشي، من بعد نروح نخيط السحاب المخفي. البيد بيش هذيك سبق ووريتها لكم. هنا على درت لاطوال كولونت لانه القطيفه هنا تتكسل، البوتشامو راهو جاي كلي قطيفه، بس هو سبيسيال تاع حجابات.
هنا درت لها سنسور بالعاني في الظهر باه يجيها مريح في اللبسة. دوكا راح نزيد نخيط الجهة الثانية. طريقة الخياطة نتاعو راهي كاينة في القناة، ودرتها في قداه من فيديو يعني بطريقة واضحة مليح. هنا بعد ما كملت دوكا راح نطلعو بالشوي. البلاصة هذيك تجي شوي ضيقة، بصح طولوا بالكم برك معاه حتى يطلع لكم بالشوي. هنا وطلع لي خلاص. دوكا بعد ما طلعته نقدر دوكا ندير الفينيسيون نتاع الرقبة. راح نجيب شريط فيه 4 سنتيم وجاي طويل. دوكا راح نطوي هذيك الجهة ونحطها في البداية نتاع السانسور هكا باه تجيني مفينية كي نكمل الخدمة. راح نخيط على بعد 1 سنتيم برك. وهنا راني خيطت على داخل باه نفيني على برا. وماذا بكم ديما تستعملوا لون الخيط نتاع الكوب يعود نفس القماش، خاصة في التفاصيل هذه اللي تعود فيه مخياطة على برا، لانه كي ديروا نفس اللون راهو ما يبانش. دوكا راح نكرونتي ونعاود نخيط على برا. دوكا راح نفيني الخدمة نتاعي. لازم هنا نكرونتي وهكا باه يدور معانا هذاك الشريط على الرقبة ويجي مفيني. راح نكمل كامل الرقبة. كي نوصل للأخير ثاني راح ندير هذيك الطية في الشريط هذاك ونكمل الفينيسيون تاعي. كما راكم تشوفوا هنا راني طبقته على داخل. هنا الشريط تاع الفيزلين اللي استعملناه قبل راهو يعاوننا في الفينيسيون. دوكا تبقى لي غير نزيدلو بالحديد مليح باه يتحط. من بعد نروح للخياطة نتاع لي مونش. هنا راني حددت المنتصف تاع المونش باه يجيني مع نصف الكتف. على الاقل كي تجيني الزياده فيها حق الكشكشه نعرف المنتصف وين يجي قد ونحدد لي بلي تاعي قداه راح يجو فيهم. نخيطو ثاني على مسافه 1 سنتيم. شوفوا هنا نحط المنتصف مع الكتف. شوفوا دائما انتبهوا للتفاصيل هذه الصغيره لانها هي الاساس نتاع الخدمه. ونحدد لي بلي تاعي. انا لي بلي هنا نديرهم شوي بعاد على بعضاهم باه ما تجيش لامونش واقفه ياسر، او كاين اللي ما يشتوش هذيك الكشكشه اللي تجي واقفه ياسر فوق الكتاف. نحدد ثاني نفس البلاصه نتاعهم في الاتجاه الثاني، يعني لازم يعود التناظر هنا.
اللي ما تقدرش تخدم بعينها يعني دير بليزيبانغل لامونش تاعها في تحريف الابط، من بعد تعاود عليها بالخياطه. هنا النهايه لازم تجيكم زي بعضها، يجو قد قد. شوفوا هنا كيفاه جاو لي بلي، جاو ملاح وما جاش واقف ياسر، خاصه كي تعود وحده كتافها عراض ما تجيهاش ما يجوش عليها ملاح لي مونش يعودوا بكشكشه واقفه ياسر. دوك انا هنا راح نفرمي الجناب تاع لا روب، وتبقى لي الفينيسيون تاع لا بوند هذيك اللي تجي في الذراع. هنا كي تحسبوا طول لا مونش وهذيك لا بوند راح تجي اكثر من 65. علاه هنا؟ لانه لازم تجينا شوي بومبي. هذيك لا بوند لازم تهزوا الدوره تاعكم تاع المعصم وتزيدوا حق الخياطه، وديما ديروا حساب انه هذيك لابوند راح تطبق. هنا راني خيطت، درت حسبت 11 سنتيم وخيطت، وخليت هذيك الزياده لداخل السياج. اذا قالت لي جاتني ضيقه يدي ما تعقبش، على حساب يعني. من بعد راح نطويها كيما هكذا. شوفوا هنا هكا راح تدخل. انا هنا بعد ما خيطته لها وقاساته، يعني صراحه جا ما شاء الله، لانه الفيديو هذا راني حطيته لكم بعد ما قاست لا روب تاعها، جاها ما شاء الله. ان شاء الله نخلي لكم الصور نتاعو واضحه، تشوفوا لي مونش كيفاه فيهم لي بوطون تشوفوه مليح. نخلي لكم الصور نتاعو على القناه، نقول لكم على القناه نتاعي، على الصفحه نتاعي تاع الفيسبوك نايوبي هوت كوتور. دوك انا هنا لابوند هذيك طبقتها وراح نحكمها مع لي مونش. راح ندير الخياطه مع الخياطه، وندير المنتصف تاع لابوند هذيك مع المنتصف نتاع الذراع، هكا باه ما يجينيش الذراع نتاعي داير. لازم ديما المنتصف مع المنتصف، الخياطه مع المنطقه تاع الخياطه. نعاون روحي شويه بليزيبانغل، والمنتصف هذاك اللي راح ندير فيه لي بلي. وكاين اللي تحب دير الكشكشه فيه كامل. شوفوا هنا راهي خياطه مع الخياطه، وهنا المنتصف مع المنتصف. هاو الحجاب تاعنا البنات، ان شاء الله يعجبكم. شوفوا هنا لي بوطون كيفاه فينيت بهم هذيك البلاصه اللي خيطتها على برا، ما تبانش يعني وكانه مخيط على برا. نفس الشيء في الظهر كاينه. لي مونش ثاني في هذيك لابون درت لهم لي بوطون. جاي سامبل بصحتها، وان شاء الله نتوما ثاني تعجبكم طريقه الشرح. خلوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو البنات في فيديو اخر ان شاء الله.